السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ الأول قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حابة أرحب بكل مشترك جديد اشترك بقناتي، وكمان لو انتوا بتتفرجوا على قناتي لأول مرة يا ريت بقى تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومفيد إن شاء الله. النهارده بقى هاعمل معاكم كيكة ذرة. زي ما انتم شايفين كده الكيكة الدقيق اللي انا هشتغل بيه النهارده دقيق ذرة، هعمل بيه كيكة ذرة بطريقة سهلة جدا وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله هتقوموا على طول بعد الفيديو ده وتعملوا كيكة ذرة وان شاء الله تبقى جميلة معاكم. شوفوا بقى الخطوات معايا عملتها ازاي خطوة خطوة كده عشان تطلع معاكم ناجحة وتبقى جميلة جدا، وان شاء الله هتعتمدوها وتعملوها على طول. الطريقة سهلة جدًا، جدًا، أبسط ما يكون، إن شاء الله هتعجبكم وإن شاء الله الطريقة بتاعة الكيكة دي هتبقى جميلة جدًا وهتحبوا تعملوها على طول. أنا عاملاها بدقيق ذرة صافي، ما حطيتش أي دقيق تاني ولا حطيت حتى دقيق بسبوسة ولا حاجة، هو دقيق ذرة اللي أنا اشتغلت بيه في الوصفة، وطلعت معايا بالنتيجة دي نتيجة جميلة جدًا، وزي ما أنتم شايفين أهيّة جميلة جدًا، وكمان بنسقيها شربات نعمل لها سيرب كده نعمله سوا برضه. وإن شاء الله تعجبكم وهتعتمدوها بقى هي زيها زي البسبوسة، هتعملوها على طول بقى، جميلة جدًا وحلوة وموفرة واقتصادية، هتعجبكم تعجب أولادكم كمان، وكمان يعني حاجة جديدة وحاجة حلوة كمان تغيير كده في الأكل، إن شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف المقادير اللي احنا اشتغلنا بيها النهاردة وهوريكم كل حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين دي المقادير اللي انا اشتغلت بيها زيها زي الكيكة بالظبط العادية اللي بتتعمل بالدقيق العادي، بس طبعا بدل الدقيق الغلة او الدقيق الفينو هنشتغل بدقيق ذرة. زي ما انتم شايفين ده بقى دقيق الذرة، انا كنت جايبة الكيس ده. ده دقيق الذرة بوريهولكم كمان هقربه من الكاميرا علشان تشوفوه. ده دقيق الذرة اللي انا هشتغل بيه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده برضو حبيت اوريكم شكل الكيس عشان لو حابين تشتروه تعملوا بيه. معايا كوبايتين اتنين من دقيق الذرة وكوباية لبن، وكمان كوباية سكر الا ربع كوباية الا ربع سكر، وكوباية سمنة وخمس بيضات وفانيليا وبيكنج باودر. دي كل المكونات اللي انا هشتغل بيها النهاردة. معايا كوباية السمنة انا كنت مسيحاها بس عشان الجو برد، وبعدين انا كنت سيحتها وحطيتها في الكوباية ويعني ايه ما كنت صورت على طول فكانت هي مسكت معايا كده، بس عادي نشتغل بيها عادي، هي ما كانتش مسكت كلها يعني. دلوقتي بقى هجيب الخلاط واكسر البيض كده زي ما انتوا شايفين. الخمس بيضات هحطهم في الخلاط كده، هي زيها زي الكيكة اللي احنا بنعملها بالدقيق الفينو بالظبط، بس بدل الدقيق الفينو هنحط دقيق ذرة وان شاء الله تطلع جميلة معانا، وان شاء الله نعملها على طول هي زيها بقى لما بتطلع كده من الفرن وتديها الشربات بتاعها زيها بقى زي البسبوسة بالظبط. دي بقى السمنة، هو الجو بس كان برد فهي كانت مسكت تاني كده جمدت، بس عادي يعني نشتغل بيها عادي مفيش مشكلة. هنزلها بس كده كلها. انا الاول كده حطيت البيض وبعد كده السمنة، ونشوف هنحط ايه تاني. معايا برضو اللبن، حطيت كوباية اللبن كلها والسكر. اهم حاجة يا جماعة تزودوا لها سكر عشان تبقى مسكرة معانا. معايا بقى الفانيليا، احط كده فانيليا عشان طبعا البيض. احط الباكوين الاتنين عشان خاطر انتوا عارفين الباكو ما بيبقاش فيه كتير فاحط الاتنين. دلوقتي بقى انا ضربتهم في الخلاط وهوريكم الخليط بتاعي بعد ما انا عملته ده كده. هنزله هنا بقى وابدا ان انا احط الدقيق وارب فيها كويس عشان خاطر عشان تطلع معايا بقى نفس قوام الكيكه. فكده بقى هنزل كوبايتين الدقيق وابدا اشتغل فيها بقى. معايا برضو البيكنج باودر هنزله كده بقى ونشتغل بقى كده بالمضرب. حابه تشتغلي بايدك مفيش مشكله، حابه ان انتي تعملي بالمضرب برضو عادي. انا الصراحه بحب اشتغل بايدي، بس طبعا عشان بقى اليوتيوب كده بقى والاتيكيت ومش عارف ايه، فحابه ان انا اعمل لكم بالمضرب بقى. بس شويه بقى وهشتغل بايدي لان انا ما بعرفش اشتغل بالمضرب قد كده يعني ايه، ما بقيس بقى العجينه او سمك العجينه غير الا بايدي.
زي ما انتوا شايفين أنا كده كنت ربيتها خلاص، بس انا كنت زودتها كمان شوية دقيق من بتاع الذرة لحد ما تطلع معانا بقى القوام التقيل ده كده زي الكيكة بالظبط. خلاص كده تبقى هي خلصت، مش محتاجة بقى اي حاجة تاني. هنشوف الصينية اللي احنا هنحط فيها الكيكة. دي بقى الصينية اللي انا هحط فيها الكيكة. انا كده يعني دهنتها بالسمنة زي ما انتوا شايفين، دهنتها كلها قعرها والحروف بتاعتها عشان خاطر لما انزل الكيكة. عندك ورق زبدة مفيش مشكلة، عندك حابة تعمليها تبليها كده وتعمليها بالدقيق تبطنيها بالدقيق برضو مفيش مشكلة عادي. حابة تعمليها بالسمنة، يعني كل الطرق كويسة. انا جربت كل الطرق الصراحة حلوة معايا في كل الطرق، ما بتخليش الكيكة تتحرق ولا حاجة. هنزل بقى الخليط كله كده، هنزل كله واسويه بقى في الصينية وندخلها الفرن على نار هادية. بس الفرن يكون مولعينه من بدري عشان يبقى حمى معانا. وادخلها على نار هاديه واسيبها بقى نص ساعه وبعد كده ارجع اشوفها. وطبعا كلكم عارفين الاختبار بتاع الكيكه، ان احنا مثلا لو احنا شايفين ان الكيكه استوت وكل حاجه بس عايزين نختبرها، بتبقى بقى ايه، بخله من بتاعه الشيش طاووق وتشوفوها. لو طلعت الخله نضيفه معاكم بتبقى الكيكه خلاص استوت. لو طلع فيها حاجه بنسيبها شويه. هدخلها الفرن بقى زي ما قلت لكم على نار هاديه واوريها لكم ان شاء الله لما تطلع تبقى عامله ازاي. ونجهز بقى السيرب بتاعها. دلوقتي بقى الكيكة طلعت من الفرن، شفت بقى انت عصر السرعة ده، طلعت في ثانية. دلوقتي بقى الكيكة طلعت معايا من الفرن بالشكل الجميل ده، شكلها زي البسبوسة بالظبط. انا كنت محضرة بقى السيرب بتاعها وسبتها لما بردت كده، وكمان السيرب كنت عاملاه من بدري وكان بارد. السيرب ده كوباية ونص سكر على كوباية مية وعصرة ليمونة. حطيت كده بقى السيرب عليها شربه لها وبعد كده نبدأ نقطعها سوا. هسقيها كلها كده بالسيرب ونبدأ بقى نقطعها سوا. هعملها كده ميلها بقى يمين وشمال عشان خاطر اوزع السيرب كله عليها كلها من كل الجوانب، فايه تشرب كلها من السيرب كده. خلاص هبدأ بقى اقطعها معاكم وتشوفوها. بسم الله. ان شاء الله النتيجة هايلة، وان شاء الله ان شاء الله النتيجة هتعجبكم. انا عارفة كده ان هي هتعجبكم، وان شاء الله انا عارفة متأكدة ان انتوا بعد الفيديو ده هتقوموا تعملوها على طول. ما تحرجونيش بقى وقوموا على طول اعملوها، وان شاء الله تطلع ناجحة معاكم وان شاء الله تعتمدوها وتعملوها على طول. وقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات. حابة ان انا طبعا بقرا كل التعليقات اللي انتوا بتكتبوها، وبجد تعليقاتكم جميلة جدا وبتعجبني وبتشجعني وبتخليني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر من دي. وان شاء الله القناة دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين قطعتها كده. هجيب بقى حاجة كده ونبدأ ان احنا نشيل بيها عشان اوريكم الكيكة وشها وقعرها عامل ازاي، او البسبوسة بالذرة. تقولوا بقى عليها زي ما تقولوا، بجد هي كانت جميله جدا والطعم حكايه ما اقولكمش. وبجد عجبت ولادي وكل اللي كل منها بجد شكر فيها. هطلع لكم بقى كمان واحده كده عشان اوريكم بقى. زي ما انتوا شايفين بقى دي البسبوسه او الكيكه الذره. زي ما انتوا شايفين طالعه بالنتيجه والحلاوه دي. حابين بقى انتوا تحمروا وشها شويه عن كده مفيش مشكله، بس انا شفت ان هي كده خلاص مش محتاجه يعني. وكمان القعر بتاعها زي ما انتوا شايفين جميل جدا، شكلها وطعمها تحفه بجد جميله جدا. بمكونات بسيطة وكيكة اقتصادية تقدري تعمليها في أي وقت، وإن شاء الله تبقى جميلة معاكي وتشرفك قدام ضيوفك. ودي بقى كانت النتيجة بتاعتنا، كانت جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. ما خدتش معانا وقت وما كلفتناش حاجة، وبأبسط المكونات. وكمان حاجة جديدة تبهري يعني ضيوفك بيها وأولادك كمان، تقدري تقدمها لهم. حاجة جميلة جدا. وان شاء الله اقدم لكم فيديوهات كتير. اللي مكمل معايا بقى لحد دلوقتي وشاف الفيديو كده يا ريت يعمل لي لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ومفيد. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم ويكون محتوى القناه محتوى جيد ويعجبكم. وان شاء الله
ربنا يكرمني كده وأقدر أقدّم لكم فيديوهات كتير حلوة وفيديوهات كتير مفيدة، وإن شاء الله مكمّلين مع بعض، وإن شاء الله القناة دي تكبر بيكم وليكم. زي ما أنتم شايفين كده هاسيبكم بقى مع الفيديو كمّلوه للآخر، ودي طبعًا كانت كيكة الذرة معانا، ودي كانت النتيجة. يا رب تكون النتيجة عجبتكم، ما تنسوش بقى زي ما قُلت لكم لايكات بقى يا جماعة للفيديو. هاشوفكم على خير.